خساره سيمبا امام الوداد مفاجاه؟ هي مفاجاه ومش مفاجاه. مفاجاه لان انت مع فريق بقيمه نادي الوداد البيضاوي حامل اللقب كمان، ولكن المفاجاه مش بالنسبه لي انا كابتن، مش ممكن ما تكونش موجوده بسبب اسم. نعم. وهو كارلوس جاريدو. انا شايف ان كارلوس جاريدو لا مدرب لا يرتقي لاسم الوداد المغربي. الوداد المغربي كان عنده مشكله كبيره حتى مع رئيس النادي من بدايه الموسم سعيد النصيري في جلب المدير الفني حسين عموته، وعمل مشاكل ومشي. ثم جاء المهدي النفطي ما اقنعش الجماهير ومشي. ثم جاء كارلوس جاريدو على اساس ان هو كان متواجد قبل كده مع الرجاء ومع الوداد، فبيقول لك ما فيش وقت في الموسم فنجيب اللي يعرف المكان افضل ما نجيب حد لسه مش عارف ايه الدنيا. المشاكل اللي كانت عندهم في مباراه سيمبا خسران من الرجاء في دور المجموعات ذهابا وايابا على ملعبه 3-0 وفي ملعب مركب محمد خامس 3-1، فهو خصم في المتناول المفروض. ولكن الفترة الأخيرة الاعتماد كله هجوميا في نادي الوداد البيضاوي على بولاي سامبو. بولاي سامبو غاب لأنه تلقى 3 إنذارات في 3 مباريات متتالية في دور المجموعات، كان آخرهم مباراة شبيبة القبائل اللي تفوقوا فيها في ملعب مركب محمد الخامس. فده اللي انت بتعتمد عليه هجوميا وما عندكش البديل الجيد. حميد أحداد لما لعب مباراة سيمبا ما أداش بشكل جيد تماما وكان بعيد تماما عن المستوى المطلوب منه. بولاي هو هداف الدوري المغربي على فكرة بالمناسبة. وعندك كان في مشاكل بقى في الملعب. ايه هي المشاكل اللي كانت موجودة في الملعب؟ نجم زي يحيى جبران كابتن الفريق بعيد عن مستواه بقاله فتره، الثنائيه اللي بتلعب دايما في وسط الملعب يحيى جبران وجلال الداودي بيبقى فيها مشاكل شويه في التكمله الهجوميه. ايمن الحسوني اللي هو واحد من نجوم الفريق اللي الجماهير بتعول عليه الكتير بعيد شويه برضه عن مستواه. هشام بو سفيان الجناح الايمن كان بعيد. الوحيد اللي كان جيد في المباراه سفيان بوهره اللي بيلعب ناحيه الرواق الايسر. ولكن الغريب بقى ان مع بدايه الشوط الثاني يا كابتن مدحت ان كارلوس جاريدو سحب الافضل في الملعب اللي هو سفيان بوهره، ودي كانت علامه استفهام غريبه. هو متواضع جدا في رايي انا. جاريدو ما هوش المدير الفني اللي على مستوى الفرق الكبيره اللي زي دي. بالظبط يا كابتن مدحت. انت في انديه زي ما تتكلم هو كان تواجد في الاهلي فتره وبعد كده ما كانش مرضي للطموح خالص. في انديه كده في افريقيا لما تيجي تتكلم على مدير فني ليها لا هو لا يرضي الطموح. ولكن اعتقد ان الخساره 1-0 لان كمان الوداد بدا المباراه جيدا في 30 دقيقه كان كويس، ثم بعد كده تراجع بشكل كبير وكان سيمبا هو الافضل. الخروج في مباراة سيئة بنتيجة 1-0 أعتقد يدي أفضلية للوداد وسط جمهوره الكبير وروح العائلة. وكمان سعيد النصيري بيحاول يحل المشاكل اللي عاملها جاريدو الفترة الأخيرة مع بعض اللاعبين زي جعدي وزي كمان محمد أناجم، لأن هم ما بيديهمش فرص كتير. والراجل بالسلوجان اللي هم دايما معروفين بيه العائلة بيحاولوا يحلوا المشاكل اللي متواجدة مع جاريدو وبعض النجوم. ممتاز.